ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الكفتة المشوية. طبعا الكفتة المشوية او كفتة الحاتي مفيش حد بيختلف عليها، كله بيحبها سواء الاطفال او الكبار. طريقة هنعملها طريقة مميزة وسهلة وسريعة وكمان مغذية وصحية، لان احنا مش هنستعمل فيها الدهون او هنحاول نقلل الدهون اللي في الكفتة بتاعتنا في اللحمة بتاعتنا. تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بقى. انا هنا عندي 400 جرام لحمة، دي فيها 10% دهون، بس ال10% دي هتنزل كلها في التسوية. وكمان عندي بصلة مفرومة ناعم في الكبة، صفيها طبعا المية بتاعتها. وعشان تصفي البصل بطريقة سهلة رشي عليه معلقة، رشي عليه رشة من الملح، هتلاقي المية بتاعت البصل بتنزل معاكي بكل سهولة. وهننزلها بقى على الكفتة او اللحمة المفرومة، وهنزل عليها كمان بشوية من البقدونس مفرومين ناعم. لو حابة طبعا تكتري كمية البقدونس عن كده، ممكن كمان تحطي فلفل احمر اللي هو الشطة، طبعا بيديها طعم جميل جدا. هنا هحط رشة ملح ورشة فلفل وكمان معلقة صغيرة من الكبيبة الصيني. الكبيبة الصيني بيبقى طعمها حلو قوي في اللحمة. وكمان ممكن تحطي جوز الطيب، بس مكانتش متوفرة عندي وقتها. ونزلت بالثوم البودرة والبصل البودرة. وكمان عندي بابريكا مدخنة، انا بحب احطها في التتبيلات عامة، بتدي نكهة حلوة قوي. جربي تحطيها في التتبيلات هتحسي فعلا بطعمها بالنكهة بتاعتها، فيها نكهة مختلفة عن البابريكا العادية. وهنعجن بقى اللحمة كويس قوي مع بعض، وهسيبها في التلاجة ترتاح حوالي نص ساعة. انا كنت طلعتها هنا من التلاجة وهبدأ اصبعها، بس قبل ما بصبعها بحط عليها نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بحط دايما البيكنج باودر قبل ما ادخل اللحمة او الكفتة في الفرن قبل ما اصبعها. هنا بقى كان عندي المية بتاعة البصل، نزلت عليها برشة من البابريكا ومعلقة زيت وكمان رشة ملح وفلفل. انا مش بحط عليها صلصة، مش دايما يعني، مش كل الاوقات، انا بكتفي بالبابريكا. البابريكا بتديها لون حلو قوي. وهندوب بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس، ونبدأ نصبع الكفتة بتاعتنا. تصبعيها بقى على اكياس، على سوري اسياخ شيش طاووق، السيخ بتاع الفرن زي ما تحبي. انا صبعتها على سيخ عادي، وكمان رصيتها في على الشبكة بتاعة الفرن. انا برصها على الشبكة، وبحط الشبكة دي على الصاج بتاع الفرن، واكون حاطة عليه ورقة فويل علشان بس الدهون بتاعة الكفتة او الحاجة اللي هتتشوي ما تبقاش صعبة في التنظيف معاكي بعد كده. وهنا بعمل بيه السكينة بس شكل على الكفتة عشان يديني الشكل بتاع بره. وطبعا هنحط بقية المية بتاعة البصل على الكفتة. احنا كنا اخدنا منها جزء واحنا بنصبع اللحمة، بنستخدمه كده بايدينا. هنا بقى هنزل بحاجة مهمة قوي، هي كوباية مية مغلية في الكفتة قبل ما احطها في الفرن، لان المية المغلية دي البخار الكفتة دي هتستوي على بخار المية دي. الميزة بقى بتاعتها ان هي بتوزع الحرارة كويس قوي على الكفتة. كمان الدهون بتاعت الكفتة كلها بتنزل في المية دي، فبالتالي بتكون دهونها قليلة. كمان الكفتة ما بتلزقش على الشبكة بتاع اللي انتي حاطه عليها الكفتة او الرص عليها الكفتة. انا هنا كنت طلعتها بقى من الفرن وحطيتها على بقدونس وكمان شرايح بصل عليها رشة سماق. تقدري بقى تقدمي الكفتة مع رز مبهر، مكرونة، تليق جنب اي حاجة، تعملي بيها سندوتشات كمان هتبقى لذيذة جدا، وطبعا طبق الطحينة جنبها. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يعجبكم ويا رب تجربوا الطريقة دي في الكفتة وطريقة تسويتها. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة.